لو انت موجود في امريكا وما تعرفش الازمه اللي عملتها العلبه دي، اسمح لي اقول لك انك مش عايش يا صديقي. العلبه دي بقالها اسبوع عامله جلبان في امريكا. دي علبه شوربه فراخ فيها حتتين فراخ على شويه نودلز كده وشويه ميه والف هنا على كرشك يا معلم. مشكلتها ايه بقى؟ المشكله كلها ظهرت لما اتسرب تسجيل لحد مسؤول شغال في الشركه دي. الراجل قاعد قعده لطافه مع ناس اصحابه وحد ساله انت تاكل من الاكل اللي انتوا بتصنعوه في المصنع ده؟ فالراجل اتعصب واتشال واتخبط وقال له انت مجنون يا ابني، شوربه ايه اللي انا اكلها دي؟ الشوربه دي بتاعت الفجر والاكل اللي فيها معمول له بايو انجينيرنج، فانا استحاله احط حاجه زي كده في بوج ما اكلش ما بوظش جسمي بالحاجه دي. الاكل ده مضر جو ومش عارف الناس بتاكله ازاي. وقاعد يقول كلام صراحه ما يطلعش من حد مسؤول في شركه. ومن ساعتها الناس في امريكا منقسمين قسمين. طبعا في غضب عام على الشركه، مبيعات الشركه المفروض تزيد في وقت الثانكس جيفن، ولكن الحمله اللي اتعملت عليها من الناس نزلت المبيعات خالص. الاسعار بتاعت المعلبات دي نزلت لاكتر من نص في بعض الاسواق. المشكله بقى ان الناس منقسمين بينهم وبين بعض. في ناس مقاطعه الشركه عشان راجل قال عليهم فجر، وفي ناس مقاطعه الشركه عشان هم بيعملوا بايو انجينيرنج للاكل بتاعهم. البايو انجينيرنج دي الهندسه الحيويه اللي هم بيلغوصوا في الاكل، بيعملوا حاجات غريبه كده بالكيميكالز وحاجات كبيره مع مشوار كبير مالناش دعوه. فالنتيجه مقاطعه لمنتجات الشركه دي اللي هو اصلا تحت اسمها فوق ال 18 شركه مختلفه او براند مختلفين. وبس يا اخوان، دي الحكايه كلها. قولوا لنا في التعليقات كنتوا تعرفوا الحكايه دي ولا لا، وتفتكروا المقاطعه هتستمر ولا لا. وخاصه طلع ضجه كبيره على منتجات تانية في شركات تانية قبل كده ولسه الشركات دي مستمره. يعني احنا لو هنتكلم على الشركات والمصانع والمطاعم اللي بتعمل اكل مش صح اللي طلع عليها ضجه عالميه قبل كده مش هنخلص. ومع كده الحياه دي لسه مستمره لحد دلوقتي لان رتم حياه الناس هنا مختلف وبيخليهم يشتروا اي حاجه طالما هتنجز معاهم. ولا انتوا رايكم؟ تقعدوا بالعافيه. سلام.